الأعياد في مصر كتيرة، سياسية وعسكرية ودينية، بس في عيد أصحابه بيتكسفوا يقولوا إنه عيدهم علشان مش هيخلصوا من تنمر الناس عليهم. قناة برتقان بنجيب المفيد. واحد 31 مايو أو عيد الإعلاميين. زمان مصر ما كانش عندها إذاعة رسمية، بس كان في حاجة اسمها الإذاعات الأهلية، يعني أي واحد يقدر يعمل إذاعة محندقة كده في بيته أو في المحل بتاعه، ويعمل دعاية للمنتجات بتاعته، أو يعمل فيها مذيع ويقول للناس الأخبار بفلوسه بقى، أو لو في حد مزعله يسيبه يروح مديله في الإذاعة بتاعته، يروح التاني عامل إذاعة ورادد عليه. حتى تجار المخدرات بقوا بيستعملوها كشفرة بينهم، لو أذاعوا إن الجو غيم يبقى فيه كمين، لو الجو رايق يبقى الطريق سالك، لحد ما الدولة قررت إنها تحط حد للعب ده، وقررت في 31 مايو سنة 34 إنشاء الإذاعة المصرية الرسمية، ومنعت كل الإذاعات التانية. وعلشان كده بقى عيد تأسيس الإذاعة المصرية هو عيد الإعلاميين، احتفالا بنهاية عهد قلة الأدب. بس مع الوقت رجعنا لنفس النقطة تاني وأسوأ، وبقينا في عصر البرامج الزبالة، ده اسمها مش شتيمة، تراش تي في، وده مصطلح أطلق على البرامج اللي سيطرت على الغرب يمكن أكتر من 20 سنة وانتهت بجرائم قتل. كانت العادة إن البرامج بيقدمها الناس الكمل زمان، وبتستضيف الناس الكمل لحد الستينات، ودي كانت فترة تمرد سياسي واجتماعي على الغلط والصح، مظاهرات ضد الرأسمالية والتفرقة بين البيض والسود، وغزو أمريكا لفيتنام، واتمردوا على الدين ومؤسسة الزواج. فبدأت البرامج تستضيف الناس اللي مش كمل من وجهة نظر الجمهور، يعني مثلا واحد مثلي وبيطالب بحقوقه من باب ان ده اتجاه في المجتمع ولازم يبان شوية، وحبوا يدلعوا الموضوع شوية، فقال لك انا اجيب واحد ملحد في مناظرة مع واحد متدين جدا، فالمشاهدات تعلى علشان الناس عاوزة تتفرج مين اللي هيكسب في الماتش ده شوية، وابتدوا يستضيفوا مش الناس الكمل بقى، الناس المريبة. لما في مرة استضافوا ناس ناشطة في حقوق السود، وقصادهم ناس من المتعصبين البيض اللي شايفين ان هتلر مات بطل. طبعا في النهاية قاموا ضربوا بعض وكسروا مناخير المذيع، واحتل المنظر ده شاشات العالم كله وقتها لأنه شيء غير مسبوق، ونزلت الصورة على نيوز ويك، وكانت دي بداية مصطلح التراش تي في. العملة دي كانت مجرد البداية، لأن أغلب البرامج بقت بتتنافس مين هيقدم فقرات أحط من التاني، ودخلنا في الحب والخيانة واللازم منه. حلقة تجيب واحدة تعترف لصاحبتها إنها ماشية مع ابنها اللي عمره 15 سنة، حلقة تجيب واحد يعترف لواحد إن مش بس أنا ماشي مع مراتك، لأ كمان كتير كنت بستخبى في الدولاب وبتفرج عليكم. وبقى العادي إن الناس تضرب بعض على الهوا مباشر والحلقة تقفل بضرب، ووصلت إن الناس قلعت في الاستديو، خلاص كل حاجة مباحة، ما تقدرش تعرف إيه اللي هيحصل. لحد ما في مرة كلموا واحد وقالوا له في سكرة كراش جاي البرنامج يعترف لك بحبه، فتشيك وراح، وتفاجئ إن سكرة كراش دي تبقى صاحبه الأنتيم. بعدها بكام يوم كده أخد بعضه وراح مخلص عليه، فابتدوا ينتبهوا إن العبث بالفضايح والحياة الشخصية ممكن جدا ينتهي بمصيبة، وابتدت الناس تبص للبرنامج ده باعتباره هو القاتل الحقيقي، خصوصا إن أهل الضحية رفعوا قضية على البرنامج والمحكمة حكمت لهم ب 25 مليون دولار تعويض. طبعا مش ممكن تتخيل إن دي كانت نهاية الحكاية، بس أكيد لأ، طالما ما كانت الإعلانات والفلوس شغالة انسى إن في حاجة ممكن تقف. الستينات عندهم بتوازي الثورة عندنا، وزي ما كان الشيطان اللي مسيطر عليهم الفلوس، عندنا الشيطان ده كان السياسة. كل طرف عاوز يشد الناس ناحيته ويكرههم في الناس التانيين عن طريق نشر فضايحهم، ويجيبوا ناس من الطرفين يضربوا بعض في الاستديوهات. ضيف على ده قلة الكفاءة، مذيع إلا وقناة مش عاوزة تصرف كتير، بس ممكن يحلوا مشكلة الإعلانات والفلوس بإنهم يجيبوا اتنين يضربوا بعض آخر الحلقة. برامج كتير وأمثلة كتير طول السنين اللي فاتت، ومذيعين مشاهير مارسوا الموضوع ده في برامج كتير عملوها علشان يمشوا السبوبة ويعملوا ترندات وفضايح، فالناس تسبلي أحسن ما بقى مجهول تماما. هناك جريمة قتل حصلت، وهنا جرائم قتل حصلت برضه بسبب الابتزازات والفضايح. والبرامج اللي علمت الناس إن تسريب المكالمات والفضايح الشخصية مش بس حاجة مشروعة، لا كمان حاجة عظيمة ودليل على الوطنية، وكمان بمباركة الناس في البداية. وآخر كل سنة بيوزعوا على بعض جوائز البرامج الأكثر مشاهدة، بس ما بقاش في حاجة اسمها عيد الإعلاميين، بقى اسمها عيد الإذاعة المصرية بس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام. قناة برتقان بنجيب المفيد.